ختمت فعاليات مهرجان ليكسا للمسرح في دورته 15 بمدينة العرائش مساء الجمعة 25 أكتوبر 2024 بسهرة احتفالية كرمت الفنان ياسين أحجام تقديرا لإسهاماته في المشهد المسرحي والسينمائي والتلفزي المغربي. الدورة شهدت أسبوعا حافلا بالعروض المسرحية الوطنية التي لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا، معززة مكانة المهرجان كملتقى سنوي يبرز الإبداع المسرحي ويعكس التبادل الثقافي في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا العالم الالكترونيه على التغطيه ديالها، وبالنسبه لنا كما كتعرف بان بصح فعلا لان حنا دابا هذه الدوره ال15 يعني مرينا مجموعه من المصاعب والاكراهات، وهذا الشيء كيتجلى الا لاحظتي على مستوى ديال ان الدورات كتختلف من دوره لدوره، يعني على حسب الايام ديال العروض المسرحيه. بحال مثلا السنه الفارطه كان ما كانش عندنا الدعم، يعني حاولنا اننا نتشبتوا بالاستمراريه ديال المهرجان، عملنا 3 ايام. بالنسبه للدعم هذا الحمد لله هذا العام هذا عندنا الدعم ديال عملنا شراكه مع جماعه العرائش بواحد ديال الدعم اللي عاد تم الدعم ديال المهرجان خلال 3 سنوات. هناك دعم ديال وزاره الشباب والثقافه والتواصل، قطاع الثقافه اللي تو مدعمنا، كذلك الجهه طنجه طوال الحسيمه، وكذلك جهه مجلس اقليم العرائش. يعني هاد المهم 4 المؤسسات اللي داعمه كنشكرهم جزيل الشكر على الثقه ديالهم فينا اللي استطعنا من خلالهم اننا من خلال الدعم ديالهم باش ان يكون واحد 5 ايام ديال العروض المسرحيه اللي فيها 7 العروض. وهذا العام هذا كان التميز عاوتاني اننا رجعنا لمسرح الشارع، عندنا عرض كان عندنا في مسرح الشارع اللي استحسنه الجمهور العرائشي وكان عنده حضور مكثف، اللي هو عرض ديال شامه. كرمنا احد الاهرامات بحال كنقولوا ديال المغرب، ديال المسرح والسينما والتلفزيون، ولا سيما احنا فكرنا على مستوى لانه ينتمي الى الجهه ديالنا اللي هي طنجه طوال الحسيمه، يعني هو من ابناء مدينه الشاون، يعني خصنا حتى هو يعني هذا عطانا واحد اعتراف بابناء المنطقه. هذا الجانب الاخر عاوتاني الورشات، عندنا 4 الورشات هذا العام هذا استفدوا الشباب ديال المدينه ب4 الورشات. ورشه ديال التواصل من خلال المسرح اللي قدموا الفنان ديالنا عبد الله العدوي اللي هو خريج المعهد الثقافي والتنشيط المسرحي. كذلك الورشه الثانيه والثالثه اللي كانت ديال السينوغرافيه من تاطير الفنان عبد العمراني قريعاش. وبالنسبه الورشه الثالثه كانت ديال الالقاء المسرحي من تاطير الفنان ديالنا محمد القراب. والورشه الاخيره كانت من تاطير عبد الاله السماع في كتابه النص المسرحي. وعبد الاله السماع غني على التعريف على في مجال الروائي او النصوص المسرحيه. مهرجان ليكسا للمسرح في الدوره ديالو 15 لهذه السنه كيعرف واحد مجموعه ديال العروض المسرحيه المتنوعه واللي كتجي في هذا سميتو داخل هذا الصرح الثقافي العتيد مدينه العرائش، واللي عطى واحد الدفعه خاصه بالنسبه للقاءات المسرحيه سواء على الصعيد الوطني والصعيد المحلي. وبالتالي في هذه السنه هذه كيمتد على مدى اسبوع كتعرف عده مسرحيات اللي كيجوا فيها اشهر بغينا نقولوا اشهر المخرجين والفنانين المغاربه، وبالتالي كيكون هناك تلاقح وتلاقي ديال الفنانين سواء المحليين العرائشيين والوطنيين. هذا الصرح الثقافي مركز لكسوس باب البحر عطى واحد الدفعه كبيره بالنسبه سواء المجموعه ديال او جمعيه ليكسا للمسرح او بقيه بغينا نقولوا الجمعيات الاخرى النشطه في هذا المجال سواء الثقافي كالمسرح او الموسيقي، واللي عرف واحد دفعه كبيره وتوافد ديال مجموعه ديال الفنانين لهذا الصرح الثقافي. وبالتالي في الجمعيه كيعطيها واحد الحافز واحد الدفعه انها مازال تنشط ومازال انها تعطي الكثير في هذا المجال. عمره ما ينسى كيف كان عليه حب كل ورثها لي خويا في وجهه، حيت كنعرفني ما حمله ولا قبله، عمرني ما نقول ليه امراه ولا هو يقول لي راجل. وتقول علاش اختي علاش؟ بخاف الله على اللي درتي. بسم
انا راه عندي الحق خديتيش. يا وليد ذكرنا شكون بداك هنا الصدرة أمنا. تخلي الجامور وتقلبي على القشور، راني شركه بنت العالمين. شاريني مالي انا بنطوفه ولا بضاعه في السوق وزير تساوني. اذا عندك اخويا الفلوس سير اشتري القليل من بنادم، اما انا بزاف عليك واخا تنطبق السما ما العرض عمري ما نقول لك. شفت غير هاد الزمنه خدت السما. وبلاتي نهزهم دابا كثار دابا مزيانه. شفتي بعينيك سمعتي بودك. بعينك سمع الميكرو. المشكل ديالي انا تغني لي هو فدي انا. شفتك وشفتك كيفاش هربتي وتسليتي غير من شميتي الريح تاع اللي كدور هنا. راك صحابي كبنات صحابي. وانت سير غتحضيها. يا كنتي فران وقالك بالقبيله. يا انا فران وغدا بقبيله وبحومه وعريفه ديال بند وما عندي حتى شي مشكل. ها العار حد كلامي معاك غادي تمشي تاخذ هذيك الوصله بالخبز وصله لك الزهيه انت كاع ولا في السخاري وانا حق خويا عارفه كيفاش غنوضو. خديجه انا مزوق فيك جا الوقت باش نبين لك بلي انا راجل قادر نكون درس بالكلام حليل ومن التحرانيات غير شويه. يا ودي ما غنسيقيك ولكن قلبي منطوي. خديجه لا تخلي خليك تخليك خاصني ويحدد المقاس العافي. الله المشكل شي اشواك ولا بنادم. جوز عند خير